parce que leur niveau était pas assez bon ou parce que leur attitude n'était pas assez bonne. Donc on a été très sévère et très strict avec eux. Ça nous a permis après de construire un vrai groupe qui avait du talent et qui mettait ce talent au service du collectif. Et celui qui n'arrivait pas à mettre son talent au service du collectif, il n'était pas sélectionné. Dos preguntas aquí más y ya encerramos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con Laurencio Valderrama de Radio Portales. Mohamed, en Rancagua conversamos después de la victoria ante Estados Unidos y me decía que no solamente esto era... هكذا تابعنا صور فرحة الجماهير المغربية وأيضا الندوة الصحفية للناخب الوطني محمد وهبي عقب هذا الانتصار وبرقية صاحب الجلالة لأعضاء المنتخب الوطني عقب هذا التتويج العالمي الغالي. رسالة الملكية إشارة قوية على روح المسؤولية، وكنظن أن الميساج كان واضح وخصنا المزيد من الألقاب. نعم. إن شاء الله. كاين في انتظار المزيد. نعم، هناك استحقاقات تنتظرنا ايضا من بعد هذا الانجاز ديال كاس العالم. اذا الخطاب الملكي كان واضح، شكر فيه كاع اللاعبين. نعم. والاطقم الوطنيه، الجهاز الطبي، وكذلك نعم. العمل الجاد والعمل اللي كان في العمق اللي خلانا اننا نديروا هذه النتائج الايجابيه، ولكن العمل ما خصوش يوقف هنايا. نعم. مازال كيتسنانا واحد العمل كيفاش ممكن نستثمروا هذا الانجاز العالمي الطارق؟ تنظن الامور واضحه، غير اللي ما بغاش يفهم انها كانت اشاره اولى، كانت اشاره ثانيه، الان الرساله الملكيه واضحه جدا. هناك يعني افتخار بهذه الاشبال هادو. نعم. وتهنئه للاطور، ولكن في الاخير تيطلب من هذه الاشبال ومن الاطور اننا نزيدوا نخدموا على نفس الخطى الحثيثه، ان العمل ما تتوقفش يعني في هذه النقطه هذه، ولكن العمل خصو يستمر. طيب، باش نرجعوا لهذه المباراه التاريخيه للمنتخب الوطني المغربي مع المنتخب الارجنتيني، المنتخب الوطني فاز بهدفين دون مقابل. ربحنا بهذا الانتصار تتويج العالمي، حتى هذا الانتصار اعطانا جوائز فرديه ايضا، حتى لا ننسى اللاعبين ياسر الزبيري فاز بثاني افضل لاعب، وكذلك عثمان معمى فاز بافضل لاعب في هذه البطوله. بالنسبه للجوائز الفرديه كنظن ما كناش متفاجئين، لان اللي كنا كنشوفوا المستوى ديال هاد اللاعبين طيله هاد المنافسه، يعني ما كاينش المفاجاه. اليوم الزبيري في مقابله النهائي، وكنا تحدثنا عليه قبل المقابله، انه مهاجم من الطينات ديال اللاعبين الكبار. لاعب عنده جميع الامكانيات اللي تخليه يكون من احسن الهدافين في المنتخب الوطني. اليوم الارقام كتهضر عليه، لانه كيف قلت قبيله ماركا 20 هدف مع المنتخب الوطني. اذا هذه حصيله اللي ماشي هي سهله. لاعب كيعرف يجيد اللعب دو جو، كيعرف يمشي في العمق، لان حتى الخطا اللي جاب جاء هو اللي بروفوكا هذاك الخطا، لانه دار واحد لابيل في الظهر ديال المدافعين، واللي من وراها يعني الحارس ارتكب خطا اللي كان خصو يستاهل عليه الورقه الحمراء. ولكن ضربه ثابته بين على العلو الكعب ديالو، سجل بالرجل اليسرى، وكذلك سجل الاصابه الثانيه بتمريره حاسمه ديال اللاعب معما. اذا الجائزه ثنائيه السحق صراحه، يستحق لأحسن لاعبين في الدور. أكيد. التتويج الفردي طارق، يعني كنظن كان التتويج وفير على مستوى يعني الجوائز الفرديه وكذلك الجماعيه. يعني خدينا كأحسن لاعب، خدينا ثاني احسن لاعب. خدينا جائزه الهداف من نصيب الزبيري، 5 أهداف. اظن كذلك جائزه المدرب، لانه احسن مدرب في الدوره هو محمد وهبي بكل اقتدار. المنتخب الوطني هو الاول على الصعيد العالمي. هناك تعريف كبير بالمغرب، وهذا يعني بالنسبه لنا هو اكبر جائزه، لما اصبح يحظى به المغرب يعني من اشهار كبير على مستوى القاره الامريكيه. الان هذا الشيء كله غادي يعود ان شاء الله بالنفع، لا على المستوى السياحي ولا على المستوى الاقتصادي في السنوات القليله القادمه على المغرب ان شاء الله. طيب، نرجعوا
الدقائق ملخص المباراة الشوط الأول. أكيد اللحظات الأولى ما انتظرناش يمكن الكثير من الوقت. عبد الواحد زمرات حتى المنتخب الوطني وصل المرمى المنتخب الأرجنتيني. احنا بقينا وافيين كيف قلت قبل المقابله، يعني الخصم هو خصم عنيد، ولكن احنا بقينا محافظين على نقاط القوه ديالنا. اذا كنا كنديروا هذاك الدفاع المتاخر، كنا كندافعوا بكتله، ما غلقنا جميع المنافذ، كانت المساحه ضيقه بين الخطوط، كانت المساحه ضيقه بين اللاعبين. خدينا الكره في نصف الملعب ديالنا، من موراها كان واحد لابيل ديال اللاعب الزبيري اللي اصطدمنا ليه ضربه خطا واللي جاب الهدف الاول. الهدف الثاني كذلك استرجع في نصف الميدان ديالنا، تمريره حاسمه من اللاعب معما اللاعب الزبيري والهدف الثاني. اذا عرفنا نستغلوا هذاك لو طون فور ديالنا، لان استطعنا اننا نسجلوا جوج ديال الاصابات، وفي لو طون فيبل لان خلينا الكره المنتخب الارجنتيني، ولكن كنا كندافعوا بشكل جيد طيله المقابله. صحيح، دائما ربع ساعه الاول الطريق يمكن كتكون دائما هي لحظات ديال جس النبض، لكن الفريق الوطني دخل مباشره في الاجواء، توج ذلك بضربه خطا مباشره. دقيقة 12 كتعطينا الهدف الأول، دقيقة 29 كتعطينا الهدف الثاني. 30 دقيقة يمكن كانت حاسمة، خلصتنا من هذه المباراة المثيرة باش تعطينا هذا التتويج العالمي. هو صراحة كيف قلتي 15 دقيقة الأولى بين التفوق ديال المنتخب الوطني الأول، وهنا لازم نشكروا يعني الطاقم التقني اللي كيشتغل مع السي محمد وهبي، لأن بينوا على واحد القراءة وواحد التحليل اللي كان دقيق للمنتخب الأرجنتيني. يعني شفنا كيفاش جوج الأهداف تقريبا سجلوا من بعد واحد المرتد اللي هو هجومي، لا ترانزيسيون اوفونسيف، يعني من بعد أننا ما فتكينا الكرة، لأنه كنظن أنه السي محمد وهبي وكذلك الطاقم ديال التحليل ديال المقابلات هما بغاو ياخذوا الكره او يسترجعوا الكره في واحد المناطق محدده في الوقت اللي كيكون المنتخب الارجنتيني لي بيستون ديالو لي لاتيرو ديالو طالعين، معناتها ان كيخليو واحد المساحات في الظهر ديالهم، وكيخليو ان المنتخب الارجنتيني كيدافع باقل عدد. وهنا كان واحد المرتد الاول من الزبيري، وكذلك الهدف الثاني يعني كانت كره متميزه في الظهر ديال الظهير الايسر للمنتخب الارجنتيني اللي خلات مع انه ياخذ بلا فيتاس ديالو ويمشي ويعطي واحد التمريره اللي كانت ممتازه للزبيري. تنظن انه تفوقنا في جميع المجالات على المستوى التكتيكي، كذلك على المستوى التقني. اللاعبين المغاربه يعني الا خديتيهم واحد بواحد وقارنتيهم مع اللاعبين الارجنتينيين كنا الاحسن، على مستوى النفسي كنا الاحسن في جميع مراحل المقابله، لان المنتخب الارجنتيني من الاول كان من المقابله، كذلك على المستوى البدني، وهذا الشيء اللي كان كينقصنا يعني في المنتخبات الوطنيه. الفريق الوطني لعب بواحد الريتم عالي جدا 7 ديال المقابلات، وهذا يعني عمل يحسب للاطار الوطني وكذلك المعد البدني لهذا المنتخب الوطني وكذلك الانديه الوطنيه. اكيد فوقنا على جميع الأصعدة. عبد الواحد زمرات ذهنيا كنا حاضرين بشكل جيد، تفوقنا على المنتخب الارجنتيني، تفوقنا بدنيا، استطعنا ان نرجعوا الطراوه البدنيه من بعد مجهود كبير خصوصا في المباراه الاخيره امام فرنسا، وتفوقنا ايضا تكتيكيا وفنيا. مجموعه ديال الامور كنا تفوقين على المنتخب الارجنتيني. كنا شرنا لهاد النقط قبل المقابله، يعني المنتخب اللي غيكون مركز اكثر هو المنتخب اللي غادي يفوز، المنتخب اللي غادي انه يستغل هذوك الجزئيات الصغار هو اللي غادي ينتصر. احنا كنظن كنا مستعدين لجميع لي سيناريو، ميم كنا كنهضروا في الاوف يعني 2-0. قلت لك راه الفريق ديالنا مستعد انه يضحي جميع اطوار المقابله باش يحافظ على النتيجه. يعني حتى ورينا واحد النموذج على كيفاش ندافعوا، لان كنا كندافعوا بكتله، كنا كندافعوا امام المرمى ديالنا، وكنا كنمشيو في المرتدات السريعه. سي ان موديل دو جو، سا في بارتي ديال البروجي دو جو اللي لعبنا به طيله ديال المنافسه، واللي هو يا موديل دو جو اكزومبلير. اكيد كنا نموذج اليوم مغاير. طارق تتفق معي في هذه المباراه النهائيه؟ هو المقابله يمكن نقول بانها كانت مقابله يعني مثاليه للفريق الوطني،
لانه باستثناء لا بوسيسيون دو بال اللي كانت الفريق صح ديال الارجنتين تفوقنا في جميع مراحل اللعب، لان كيف قلت حنا الفريق اللي كنا كنهاجموا اكبر عدد وكنا كندافعوا باكبر عدد، لان حتى الزبيري كان هو اول مدافع مع الكتله ديال الفريق الوطني، وكنا كنهاجموا اكبر عدد. من الناحيه ديال الخروج بالكره من انطلاقا من حارس المرمى كنا الاكثر، يعني الفريق اللي حاول انه يلعب الكره بتمريرات اللي هي دقيقه وتمريرات اللي هي قصيره كان الفريق الوطني. الفريق اللي استطاع انه يغلق جميع المنافذ على الفريق الارجنتيني واننا ندفعوه انه يلعب على لي كاليتي فيبل ديالو اننا نستغلهم، هو الفريق الوطني. اظن انه حتى من الناحيه الدفاعيه يعني كان المنتخب الوطني الزبيري كان يعني واخد 3 ديال المدافعين للفريق الارجنتيني، فاحنا كنا كندافعوا تقريبا بزبيري عنده 3 ديال اللاعبين، وفي الجهه الاخرى يعني نصف الملعب كان عندنا 9 لاعبين مغاربه ضد 7 لاعبين الارجنتينيين، لان 3 كان كيبقاو في محور الدفاع. هذا يعني بين ربما انا بالنسبه لي كان واحد الضعف، واحد القراءه كانت خاطئه من طرف المدرب الارجنتيني، لان خلى 3 اللاعبين على الزبيري، لان الزبيري اظن انه رجعت عنده واحد السمعه وواحد الصوره كبيره داخل. ما نساوش ايضا اذا سمحتي طارق الدور الكبير اللي لعبوا الحارس ابراهيم غوميس، حتى نعطي حقه في هذه المباراه، لانه كان متالقا طول القامه ديالو ساعدته الحارس اللي عنده قامه طويله كيعرف كيفاش يخرج الكره لا باليد وكذلك بالارجل ديالو. هو النهج التكتيكي ديال المنتخب ديالنا هو اللي خلى ان المنتخب الارجنتيني انه يحاول انه يدوز على الاروقه، لان شفنا بزاف ديال التمريرات العرضيه، والحمد لله من حسن الحظ ديالنا ان عندنا حارس في المستوى العالمي، لانه عنده قيمه طول القامه ديالو، ولكن يجيد جدا الكرات العاليه لانه كيقرا تراجيكتوار ديال البالون، عنده انديطون. لان بكل صراحه ما شفناش الخطوره ديال المنتخب الارجنتيني الا بالضربات الثابته والا بالتمريرات العرضيه على الاروقه. وكان طبيعي ان المنتخب الوطني الارجنتيني يستحوذ اكثر من المنتخب المغربي، لانه كان كيبحث على التعديل او تقليص النتيجه. هو استحواذ سلبي، لان ملي تشوف انه الفريق الوطني كيف انه يعني قسم الملعب على مجموعه من الاجزاء، كيف قلت انه الزبيري كان يعني عنده 3 ديال المدافعين هو كان واخدهم لان كانوا خايفين من الزبيري، لان تعرفوا القوه ديالو لا في السرعه ديالو في الظهر ديال المدافعين، ولا كذلك القدره ديال الزبيري على يعني الحفاظ على الكره. كانوا كيهاجموا بلي بيستون ديالهم لي لاتيرو زائد جوج على ديال الاجنحه، والرجوع ديال معما والرجوع ديال جاسين مع الزهواني ومع معمر خلانا دائما كنا في واحد المرحله ديال 2 ضد 2 اللي تفوقنا فيها، وفي وسط الميدان كنا دائما حنا 3 ضد 2 وكان عندهم مهاجم واحد، وفي هذاك المهاجم كان 2 المدافعين ديال الفريق الوطني. اذا كان من الصعب جدا الى ما اقول انه من المستحيل ان الفريق الارجنتيني يسجل علينا، وحنا في واحد الوضعيه ديال الدفاع اللي متكتل. والجماهير المغربيه راه باقا فايقه بواحد الزمرات الوفيه، الجماهير المغربيه بطبيعه الحال وفيه لحبها ولعشقها للمنتخب الوطني. الجماهير المغربيه خرجت مهلله فرحه بطبيعه الحال بهذا الانجاز العالمي. وكعادتي انايا حس لي الشرف انني عشت لحظات ديال 86، لان كتفكرنا بالتاهل ديال المنتخب الوطني في سنه 1986 من زنا للدور الثاني. من بعد جاء لا كوب دي موند ديال 2022. هادو الحمد لله امور اللي ولات عندنا عاديه، لان الجمهور كيف كنقولوا كيحب كره القدم، كيحب المنتخب ديالو. دائما مساند الاول ديال المنتخبات الوطنيه. طيب نرجعوا نشوفوا كيفاش جات تصريحات الجماهير المغربيه بهذا الانجاز. هاد الماتش كان مزيان الحمد لله، كل شيء بخير، الدراري كانوا رجال الحمد لله، كل شيء تبارك الله عليهم. هادشي اللي غنقول لك، تبارك الله عليهم. ديما مغرب ديما مغرب. صراحه ما لاقين ما نقولوا، ما عرفناش واش كنحلموا او لا هذا الواقع، وان شاء الله غادي نحكموها في افريقيا وباذن الله على العالم. قطر كانت بدايه ديال بزاف ديال الحاجات ايجابيه ان شاء الله، وديما مغرب وان شاء الله كمع الركراكي باذن الله. كان حلما الان هو واقع نعيشه سويه اليوم. كان اكيد هذا حلم كان مشروع بطبيعه الحال جميعا والان كيتحقق.
تحقق الحلم وبأحسن طريقة. نعم أحسن طريقة. أن يتحقق الحلم خارج التراب الوطني هو يعني مضاعف، لأن باش تلعب في الشيلي الفارق الزمني خاص واحد التكيف ديال اللاعبين بسرعة مع الأجواء في الشيلي، البعد ديالهم على الأهل ديالهم وكذلك على الأصدقاء ديالهم، يعني كيكون واحد التجمع، واحد المعسكر اللي كياخذ واحد الوقت طويل. هذا كله يعني كيبين لا كاليتي ديال الجوور اللي ولات عندنا داخل المنتخب الوطني، انك تعيش واحد المده طويله